ناس كتيرة فاكرة ان برشلونة وريال مدريد هو مجرد ماتش كورة، بس الحقيقة ان هو صراع اكبر من كده بكتير. وهو صراع هوية، سلطة، سياسة، تاريخ، وشوية كورة في النص. ليه برشلونة دايما بيقول ان هو اكتر من نادي، وليه ريال مدريد دايما كان نادي الدولة؟ وازاي الخلاف ده بدأ من قبل ما الكورة اصلا تبقى مشهورة؟ تعال احكي لك الحكايه من اولها. اسبانيا اصلا دوله مش موحده فكريا، ومدريد كانت دايما الحكم والسلطه. اما كاتالونيا اللي فيها برشلونه كان ليها هويه وسلطه وثقافه مختلفه. برشلونه اتاسس سنه 1899، وريال مدريد اتاسس سنه 1902. من البدايه برشلونه كان رمز للهويه الكتالونيه، وريال مدريد كان نادي العاصمه. اخطر مرحله في الصراع كله كانت حكم الملك فرانكو. برشلونه هنا بقى اكتر من نادي، كان صوت شعب. ريال مدريد حصل على دعم غير مباشر من النظام، ولقب النادي الملكي بقى ليه وزن سياسي. عشان كده جماهير برشلونة دايما شايفين ريال مدريد هو مش مجرد خصم. سنة 43 ريال مدريد بيكسب برشلونة 11-1، ماتش لحد النهارده محدش مقتنع انه كان طبيعي. ناس كتير بتقول ان لعيبه برشلونه كانت متهدده وكانت تحت ضغط سياسي، واللعيبه اصلا كانت خايفه تلعب. الماتش ده ما كانش مجرد نتيجه تاريخيه، كان جرح في جماهير برشلونه. وجينا هنا عند مرحله التحول الكروي الحقيقي. ريال مدريد كان معاه دي ستيفانو و5 دوري ابطال اوروبا، وكمان كان عنده الهيمنه الاوروبيه. اما برشلونه كان عنده فلسفه اللعب والكره الجميله والاكاديميه. نيجي هنا عند عصر ميسي ورونالدو من 2009 ل 2018، العالم كله كان واقف بيتفرج. كانوا بيقولوا ان ميسي هو ابن النادي وكريستيانو هو النجم الخارق. حتى المقارنات بينهم كانت سياسيه بشكل غير مباشر، ميسي مع الجماعيه وكريستيانو مع الفرديه. نيجي هنا عند فتره الاعلام والحرب والسياسه، وكان الاعلام المدريدي ضد الاعلام الكتالوني. كانت كل لقطه محسوبه وكل لقطه بتتفسر سياسيا. طب ايه اللي بعد ميسي ورونالدو؟ ناس قالت ان الصراع انتهى، بس الحقيقه ان الصراع عمره ما كان لعيبه. برشلونه لسه رمز، وريال مدريد لسه سلطه كرويه. هي الوجوه اتغيرت بس القصه مش هتتغير. برشلونه وريال مدريد مش اعظم منافسه كرويه في التاريخ علشان البطولات، لكن عشان قصه شعب ضد سلطه، وهويه ضد دوله. وعشان كده اي ماتش بينهم مش 90 دقيقه، ده تاريخ كامل بينزل الملعب. وكده الفيديو بتاعنا خلص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واللي يلقينا اخر في معلومه جديده. سلام.